السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في فيديو اليوم جبت لكم كيكة شوكولا بالياغورت الطبيعي، خفيفة بزاف وتذوب في الفم، هايلة للمناسبات وحتى مع قهوة العصر، وبزاف بنينة. غلفتها بالكريمة اللي خدمتها معاكم في وصفة صابلي الشوكولا، وكي بقات لي قلت نستغلها في هذه الوصفة ونشاركها معاكم، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. بسم الله. في البداية نضع حبة بيض بدرجة حرارة المطبخ، نضيف لها 3/4 العلبة سكر، وهنا العلبة اللي راح نكيلو بيها هي علبة الياغورت الطبيعي. نزيد مغرف صغيرة لافاني، ثم نخلط بالباتر حتى يذوب السكر. بعدها نضيف علبة ياغورت طبيعي اللي راح نكيل بيها باقي المكونات، ونزيد نص العلبة زيت، ونكمل نخلط مليح بالباتر. وبعدها نضيف ربع العلبة كاكاو بني، وضروري يكون بني ومغربل. في هذه المرحلة نخلط الخليط غير بالفوة، ثم نكيل بنفس العلبة فرينة. أنا هنا درت 1.5 فرينة غربلتها. بعد زدت 8 غرامات خميرة حلويات، ونكمل نخلط بالفوة. وفي الأخير نضع الخليط في صينية دائرية مقاسها 25 سنتيمتر اللي كنت دهنتها بالزبدة، ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على 180 درجة. وبعد ما طابت الكيكة وخليتها بردت، نحاول ندير لها ثقوب بهذا الشكل، ثم نسقوها بالسيرو. استعملت فيه نص علبة حليب، علبة دايما تاع الياغورت، له نص مغرف صغيرة لافاني، ونخلط ونسقي الكيكة. في هذه المرحلة نروح نحط الكريمة على سطح الكيكة كما راكم تشوفوا، ونكمل كامل الكريمة، ثم ندخلها الثلاجة تبرد وتحكم روحها. وهنا نحضر صوص شوكولا اللي راح نزين بيها وجه الكيكة. نضع 100 غرام شوكولا بالحليب على حمام مائي، ونضيف لها 2 مغارف كبار حليب، ونخلط حتى تولي بقوام خفيف ولامع. ثم نأخذ الكيكة ونسقيها بصوص الشوكولا على كامل الوجه. وهنا جبت غطاء تاع علبة دائري غادي نحطه في الوسط بهذا الشكل، ونرش الكاكاو على الجوانب، ثم ننزعها ونزينه بعقاش ذهبي ووريدات من الكريمة على الحواف. نحط عليهم قطع شوكولا وعقاش، ثم ندخلها الثلاجة تبرد. وهذا هو الشكل النهائي لكيكة الشوكولا بالكريمة. فأنا هنا قسمت لكم منها قطعة باش تشوفوا كيفاش جات طرية ومشربة وتذوب في الفم. كيما راكم تشوفوا الكريمة ما جاتش طبقة عالية، لاني استخدمت فقط ما تبقى لي من الكريمة كيما قلت لكم من قبل. وانتم اذا حبيتوا تعلوها زيدوا كمية الكريمة. وحبيت نوري لكم القوام كيجي رائع، وما قدرتش ما ندوقش منها، صدقوني غير تقطر بالبنة. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولنا لقاء آخر مع وصفة أخرى إن شاء الله. وما تنسونيش خواتاتي بالجيم وكومنتير باش تدعموا أختكم حتى نقدم لكم المزيد من الوصفات الرائعة. شكرا على المتابعة، ومع السلامة.